ساعدتنا الظروف كثيرا في ان احنا النهارده فوجئنا بخبر اختيار المهندس خالد شاطر مرشحا عن حزب الحريه والعداله والاخوان المسلمين، وكان متفقين مع الاستاذ المؤرخ الكبير والمفكر الكبير الاستاذ الدكتور محمد الجوادي عن نتكلم عن العلاقه ما بين ازمه مارس وازمه مارس 54 ومارس 2012، وهو خير من يتحدث في هذا. فقال لي انا طبعا عارف العلاقه، وعارف العلاقه بين اختيار خيرت الشاطر وازمه 54 وازمه مارس. فمساء الخير يا دكتور. مساء النور يا اهلا بيك يا فندم. اولا انا اللي عايز ابارك لحضرتك، لانه انت عارف فيه ثنائيات كده في الشارع المصري. يقول لك الاختين الحلوين هناء وشيرين، الاعلان بتاع حسنين ومحمدين. ايوه، في كمان في ناصيه خيرت والمبتديان. دي منطقتنا. دي اللي هي الناصيه الجنوبيه الشرقيه بتاعت حي الدواوين. فخيرت هو خيرت الشاطر، والمبتديان يتمثل في حضرتك لانك اشهر واحد ساكن في شارع المبتديان. فشوف بقى هتعمل ايه مع خيرت الشاطر. انا الحقيقه انا كده دلوقتي خيرت والمبتديان. انا مش هعمل، انت اللي هتعمل دلوقتي. انت سيادتك المسؤول ان توضح لنا ما العلاقه ما بين مارس 54 والتي سميت بثوره اخرى بعد ثوره 52. ايوه، ومارس الحالي وعلاقته باختيار خيرت الشاطر ممثلا مرشح للاخوان المسلمين عن لرئاسه الجمهوريه. ربنا ادانا حواس 5 بنحس بيهم وكده، واي واحد مفكر او مؤرخ او كاتب او زي ما بتقول حضرتك يعني اي صفه من الصفات دي لابد ان يستخدم الحواس دي. فبيستخدمها من واقع خبرته التاريخيه او الاحداث اللي وقعت قبل كده. فاسمح لي ان انا هقفز مع حضرتك ل 73 في حرب اكتوبر. في اثناء حرب اكتوبر كان وزير الخارجيه بتاعنا الدكتور محمد حسن الزيات في الامم المتحده بيدير المعركه الدوليه. ومحمد حسن الزيات ده صاحب فضل كبير قوي على مصر محدش يعرفه، لانه هو ده اللي قدر انه يغير الدفه الامريكيه في صالح مصر منذ كان مندوبا في الامم المتحده. وكان المقابل بتاعه المناظر بتاعه جورج بوش الاب، اللي هو بشأنه في الحزب الجمهوري بقى بعد كده رئيس الحزب الجمهوري، غير انه بقى رئيس الولايات المتحده ونائب رئيس الولايات المتحده. لكن اللي غير عقليه جورج بوش وعقليه الجمهوريين في التوجهات المصريه كان محمد حسن الزيات. حصل موقف طريف جدا في حرب اكتوبر، انه محمد حسن الزيات قال للسفير عبد الرؤوف الريدي، كان معاه في الامم المتحده ساعتها في الوفد المصري اللي هو بعد كده بقى سفيرنا في امريكا، قال له تعالى اما نفوت على عبد الحليم خدام اللي هو وصل بعد كده نائب رئيس طبعا نائب رئيس السوري، كان وزير الخارجيه السوري في ذلك الوقت. فرحوا له يسلموا عليه، فلقوا عبد الحليم خدام بيجهز شنطه وماشي. قالوا له ازاي انت رايح فين؟ قال لهم انا رايح اقعد جنب الرئيس الاسد. قالوا له ده المعركه هنا، ده الرئيس الاسد محتاجك هنا في نيويورك اكتر ما هو محتاجك في دمشق. قال لهم لا، المهم الواحد يبقى جنب الرئيس. نقطه ومن اول السطر. الرئيس السادات عنده وزير خارجيه بالنيابه، كشف الوزراء بيبقى دايما لما يكون وزير بينوب عنه واحد تاني. وزير الخارجيه بالنيابه في ذلك اليوم هو اسماعيل فهمي، كان عينه الرئيس وزير سياحه، يعني هو كان جاي دوره في السلك الدبلوماسي يروح سفير في المانيا الغربيه في ابريل 73. فالرئيس قال له اقعد معانا، وعمل وزير سياحه يجهزه انه يبقى وزير خارجيه، لان هو اللي كان نادى بان يبقى علاقتنا كويسه بامريكا وان احنا نفض علاقتنا واوقفه زميله في التخته اللي هو مراد غالب اللي هو وزير الخارجيه في 72 عن العمل. يعني تصور انت وكيل وزاره الخارجيه يوقف عن العمل بسبب ده. فاسماعيل فهمي لما راح لنيكسون، الزيات فضل هناك متصور ان المعركه هناك، مش عارف ان المعركه جنب الرئيس السادات زي عبد الحليم الخدام عند الرئيس. فاسماعيل فهمي طلع من عند الرئيس السادات بقى هو اللي يرد على البوسطه اللي جايه، وهو اللي يكلم الزيات، وهو كده يعني بقى وزير الخارجيه بالنيابه هو وزير الخارجيه. بيبقى دايما ده في وزير بديل. والوزير الخارجيه اللي هناك بقى هو زي رئيس الوفد بس. فالامور تطورت لدرجه ان اللي هياخد الرساله من الرئيس السادات ويروح يديها لنيكسون اسماعيل فهمي هو اللي جنب الرئيس، مع ان وزير الخارجيه موجود هناك. لا معلش ده جنب الرئيس، ده اللي هياخد فلما راح اسماعيل فهمي وقابل الرئيس الامريكي نيكسون، الرئيس نيكسون صمم انه يخرج يوصله لغايه باب العربيه في سابقه لم تحدث قبلها ولا بعدها في البروتوكول الامريكي. يعني رئيس الجمهوريه نفسه ما بيوصلهوش لباب العربيه، ما بيستقبلهوش في المطار، ما فيش اي حاجه. لكن تقديرا واحتراما لنصر اكتوبر خرج وصله لغايه باب العربيه. رئيس الجمهوريه الكبيره العالم نيكسون ده
يخرج يوصل وزير الخارجيه بالنيابه، ما كانش لسه بقى وزير خارجيه، ده وزير سياحه، وزير سياحه ووزير خارجيه بالنيابه، فوصل خرجوا الباب العربيه. فكان هذا اذانا بصعود نجم اسماعيل فهمي، وان امريكا عايزه تتعاون مع هذا الملف من خلال اسماعيل فهمي مش من خلال الناس التانيين. والزيات شغال فاكر نفسه بيعمل انجازات هناك. طبعا ربنا كرم الزيات بقى ان حصلت مصادفه غريبه ان في يوم 28 في اليوم ده هو بيشتغل في نيويورك، اللقاء ده في واشنطن. ففي يوم توفي طه حسين، والزيات جوز بنت طه حسين، فالرئيس السادات بعت طياره مخصوص جابت الزيات عشان يحضر جنازه طه حسين، وفي نفس اليوم يتعين مستشار رئيس جمهوريه بدرجه نائب رئيس وزراء، بينما بيبقى فيه وزير خارجيه جديد اللي قدمته لينا امريكا. نفس الحكايه حصلت مع خيرت الشاطر، ان ماكين اللي هو كان مرشح يبقى رئيس الجمهوريه راح لخيرت الشاطر لغايه مكتبه في شارع عباس العقاد. يعني يمكن انا لو قلت لحضرتك يومها يا استاذ محمود ما تيجي كده نروح لخيرت الشاطر، حضرتك بنجوميتك تقول لي لا هو اللي يجي لي، لا والمشوار بعيد، مدينه والمشوار بعيد. تقول لي شوف دلوقتي اروح شوف حته في النص لو دلوقتي يا استاذ محمود ده ممكن يبقى، تقول لي لما يبقى يا استاذ محمود تعالى بس لسه عندي برنامج بالليل وبتاع وكلام من ده. انت راح له ماكين، راح لي خيرت الناشر اللي خيرت الشاطر في مكتبه في شارع عباس العقاد في مدينه نصر. ثم لما راح امريكا بقى وحصلت ازمه التمويل الاجنبي كده، اعلن بكل وضوح انه بيشكر الناس الاخوان صحيح اللي فيهم مين؟ خيرت الشاطر، اللي هو اللي قابل منهم مين؟ خيرت الشاطر. الحزب الجمهوري ايه العلاقه بقى الحقيقيه اللي هي الدفينه بقى، يعني اللي مش قدام الظاهر، لكن برضه نقراها من التاريخ. الحزب الجمهوري ده حزب يميني والاخوان حزب يميني. التوجهات بتاع الحزب الجمهوري مع صعود اليمين في اي مكان. انت تعرف ان احنا مثلا نشترك مع حزب العمل الاسرائيلي، او يعني حزبنا الحاكم او حزب الثوره الحاكم كان يشترك معاه في الدوليه الاشتراكيه اللي يرأسها فيلي براندت في المانيا. فاللي احنا مش عارفينه في الفتره اللي فاتت دي انه الاحزاب بتلتقي زي ما اساتذه الطب بيلتقوا في مؤتمرات، زي يعني بيبقى فيه احزاب حتى لو هي مش حاكمه. ايوه هو بيلتقي من انه بيجمعه مع غيره ثيم كبير، فكره كبيره، فكره الاشتراكيه، فكره التعاون، فكره الحريه، فكره المساواه، فكره التبادل التجاري. الحزب الجمهوري الامريكي له مشروع مخابرات، والحزب الديمقراطي الامريكي لها مشروع مخابرات، لانه مع انتقال الرئاسه من واحد لواحد بيجي معاه حوالي 10,000 واحد، منهم قيادات مخابرات وقيادات امن وقيادات خارجيه. الملفات كلهم عندها، كلهم ده عنده ملفات وده عنده ملفات. فاذا الجمهوريون اللي هم الان يسيطرون على كثير من مقدرات السياسه الامريكيه وان لم يكن منهم الرئيس، يؤيدون صعود الاخوان بطريقه تشبه صعود خيرت الشاطر. ارجع لسؤال حضرتك بقى 54، ايه اللي حصل في 54؟ بس عايزه بس يعني عايزه تامل شويه للمواطن البسيط عشان يفهم انه امريكا ورا اختيار المهندس خيرت الشاطر. ده تصريح سيادتك بتقوله مش وراه، هي قدمته لك تقديم كبير زي حكايه هي قدمت اسماعيل فهمي. دي وصلته العربيه بس اشاره. فلما يجي ماكين هنا يعني انت لو رئيس جمهوريه وعندك وزير خارجيه وزير سياحه والراجل وصله لغايه، تقول ده وقع في عشقه، يعني مش عيب. والقرآن نفسه بيحدثنا بيقول ايه؟ والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فاذا ربنا سبحانه وتعالى رزقك بان انت تبعت ابنك يعمل مشوار وربنا يفتح عليه في خلاص يعني يبقى عدى يبقى عدى. فدي طبعا طب نرجع للربط بقى 54 محتاجه ان احنا نبص برضو بصه بسيطه كده على 4 امجاد. يا ريت في عباره كده، انا ما رضيتش اقول وسيادتك موجود يعني. تحت امرك. ايه هي 54 عشان اللي ما يعرفش ما يقولش عدس. طيب احنا قبل 54 نقول 45، يعني ناخدها بالمقلوب. عندنا تقرير عن 54. طيب ممكن نشوفه مع بعض سيادتك تقرير ونكمل عليه اللي ناقص منه.
مناوشات وتلويح بالقوة بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري ظهرت على السطح الآن، وإن لم ترقى لمرحلة الصراع. ذكرتنا بما حدث من صراع شرس بين الجماعة ومجلس قيادة الثورة في العام 54 من القرن الماضي، ما عرف وقتها بأزمة مارس. جماعة الإخوان المسلمين كانت جزء من المشهد السياسي المصري منذ العام 1928، وعززت وجودها بشكل قوي بدءا من المؤتمر الخامس عام 1933، ويعتبر البعض نقطة الانعطاف في تاريخ الجماعة من العمل الدعوي إلى العمل السياسي، لكنها أصبحت جزء من المساومات السياسية في ساحة الأحزاب إلى أن وصلت إلى الصدام المباشر مع حكومة النقراشي، فصدر قرار الحل وردا عليه النظام الخاص اغتال للنقراشي. كان هذا قرار الحل الأول للجماعة. أصدر السيد رئيس الوزراء الحاكم العسكري العام الأمر العسكري التالي: حل جماعة الإخوان المسلمين وجميع شعبها في مصر، وإغلاق الأمكنة المخصصة لنشاطها. في عهد عبد الناصر كان وجودا مشوبا بالصراع، حدثت عدة مرات من الصدامات بين الطرفين. 54 كان حزب مكروه من مجلس الثورة. كان جمال عبد الناصر محتضن الإخوان المسلمين وكان معاهم بيأيدهم. محمد نجيب كان إخوانجي معروف متدين وإخوانجي، حطوه في الصورة، عبد الناصر حطه في الصورة هو رئيس الجمهورية الأول، وبعد كده سنة 54 راح شايله وراح مكانه. ابتدوا بقى الإخوان إزاي يعني فعملوا بقى إيه؟ دبدبوا، قعدوا عملوا حاجات ودبدبوا، اقبض 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 حطوا في الصندوق. بعد حادثة المنشية مجلس قيادة الثورة ابتدى ينظر للإخوان المسلمين بشكل تاني، بوضع تاني، فابتدوا ان هم يفرقوا فيهم. يعني مش العملية كراهية من مجلس الثورة بس، مجلس الثورة والشعب. يعني مين هيقدر عبد الناصر؟ هو عايز يستغفل الناس وعايز يضحك على الناس، عايز الناس يقولوا له انت امير المؤمنين ونسلم لك بانك تربي دقنك وتسف فلوسنا، لان الاسلام بيقول كده. اللي عايز يطبق الدين ما يقسمش الشعب الى عيلة وشعب، عيلة من الاسياد وشعب من العبيد. ده الكفر، ده كفر الرجعية اللي بتحاول انها تستغل الدين علشان تستغل اموال الناس وتأكل اموال الناس بالسحت. كان كل طرف من الطرفين يعتبر انه قادر على ابتلاع الاخر. ضباط يوليو في الحقيقة استفادوا فعلا من القوة التنظيمية للإخوان المسلمين في الشارع في تأمين الثورة في مراحلها الأولى، وبخاصة أنه عدد الضباط كان قليلا ولم يكن لهم جمهور منظم في الشارع. في مرحلة ما شعر الطرفان أن التوافق غير ممكن، فحدثت أزمة مارس بتداعياتها، وانتهى الأمر بأنه الجماعة تم حلها في يناير 1954 لتصبح منذ هذه اللحظة وإلى الآن على الأقل من الناحية الشكلية جماعة محظورة. كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين، وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين. اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. في خلال عهد السادات كان هناك ما يشبه الصفقة أو شهر العسل القصير، انتهى باغتيال السادات في المنصة. الإيمان بحتمية الاصطدام مع السلطة الكافرة والمجتمع الجاهلي والقضاء عليه، ودي اللي بذرها الإخوان المسلمين. حاول مبارك لفترة أن يقيم علاقة متوازنة معهم أو يحتويهم، لكن في نهاية الأمر هم أثبتوا من خلال الانتخابات البرلمانية الثلاثة الأخيرة في عهد مبارك أنهم قوة لا يستهان بها في الشارع، وأن الحظر ليس سوى كلام على ورق وإجراء شكلي لم يمنع وجود نفوذ سياسي قوي لهم في الشارع. لم يكن يتوقع أحد أن يتحول شهر العسل بين الجماعة والمجلس العسكري إلى مرحلة إشهار الجماعة لبيان أعلنت فيه صراحة استئثار المجلس العسكري بالحكم وعدم إعطائها صلاحيات كبرلمان لسحب الثقة من حكومة الجنزوري، فضلا عن خشيتهم من تدخلات سافرة قد تحدث من قبل النظام لتأييد مرشح رئاسي بعينه. لا يستطيع أحد توقع وحسم كيف هي العلاقة بين المجلس العسكري والإخوان مستقبلا، المسألة فقط معلقة على الأيام المقبلة.
ده التقرير اللي هيعلق عليه الدكتور محمد الجوادي. بس قبل ما اقول، قرينا زمايلنا قروا على التويتر انه انتوا عارفين المهندس خالد شاطر عنده 10 ابناء، بنت من بناته ال10 كتبت قالت اللهم اجرنا في مصيبتنا. يعني ما احنا ما نضمنش ان معلش يعني بكره حد بلغ الناس، حد سرق التويتر بتاعها يعني. في 45 بتنتهي الحرب العالميه الثانيه، وبيبتدي العالم يتشكل من جديد. بتخش امريكا لم تكن حتى ذلك الوقت بتدخل في السياسه، بل ان انت تتعجب انه لغايه الوقت ده مثلا كان لسه امريكا ملهاش سفير، وانما الرجل الاول في السفاره الامريكيه وزير مفوض. كان وقتها الامبراطوريه البريطانيه لسه هي سيده الموقف. طبعا. فكانت اسمها مفوضيه الولايات المتحده، يعني مش سفاره انما مفوضيه، زي حكايه بعثه رعايه المصالح. لكن لما تشوف انه 52 اللي جالنا السفير ده، جالنا ايه الدرجه اللي هو كان فيها قبل ما يجي لنا، تعرف ان جاي ثوره، لانه جاي من باريس. فلما تاخد سفير امريكا في باريس توديه القاهره، يبقى انت هتعمل حاجه في القاهره طبعا، او في حاجه بتتشكل. انت جايب شخصيه كبيره. هو اللي هيضمن الملك وهيضمن الثوره وهيضمن الاحزاب وهيضمن اخوان والحاجات دي. يبدو كون الاشياء تاريخيا بتبقى مترتبه، بس عايز حد يقراها كويس. ايوه هو كده. لكن احنا مش من فضلك اقرا لي بسرعه الحكايه دي، عشان انا عايز اقرا مع الناس الفتره اللي جايه دي. ايوه انا هحكي لحضرتك اهو. انت حصل في 51 لما النحاس باشا، بس سيبني الاول اقول في قول زي ما انت عايز. الاخوان موقفهم السياسي كدخولهم البرلمان في اواخر الاربعينات. من 42. طيب. 42 الاخوان رشحوا 17 واحد في البرلمان كان فيه 200 كرسي وشويه، 242. فهم رشحوا في 17 مكان. النحاس باشا استدعى الامام الشهيد حسن البنا وقال له، اتفق معاه انه ما يترشحش، يسحب ترشيحه هو نفسه حسن البنا و16 التانيين، وانه هيديله الفرصه في الدعوه. دي انتخابات 42. انتخابات 44 هي بدايه العنف الحقيقي. دي اجريت، البرلمان الوفدي حل في 15 نوفمبر، واجريت انتخابات في يناير 45 نزل فيها احمد باهي. ايوه نزل فيها الاخوان، نزل فيها حسن البنا نفسه. حسن البنا نزل في الاسماعيليه وسقطوه اظن. ما انا جاي لحضرتك اهو. هو نزل بقى مش ب 17 زي المره اللي قبلها، وانما ب7 بس، باقل. نزل هو في الاسماعيليه، نزل امامه دكتور سليمان عيد، خال عثمان احمد عثمان. كان ده في الوقت ده هو اللي بيورد للجيش الحاجات الانجليزي. يعني له تجاره كبيره مع الجيش. احمد ماهر اتفق مع الملك انه هيدي حصه للدستوريين، حصه للسعديين اللي هو حزبه، حصه لحزب الكتله اللي هو مكرم، وحصه للوطني اللي هم الاربع احزاب المؤتلفه ضد الوفد. والوفد امتنع عن دخول الانتخابات دي. فمفترض ان يبقى فيه فرصه اكبر للاخوان، لكن 100% في حسابات اخرى عند حسن البنا خلته انه ما يخشش ب17 وانما يخش ب7. لكن التركيز على المعركه بتاعت حسن البنا نفسه لانه رمز. فلما انتهت المعركه اتخذ قرار في التنظيم السري للاخوان بتكليف احد التنظيم السري بقتل احمد ماهر باشا. في اللحظه اللي هينفذ فيها ما نفذش، نفذوا واحد بعد كده اسمه محمود العيسوي اللي هو حسب على الحزب الوطني، واتاخد فيها عبد الرحمن الرافعي نفسه اتحبس، واتحبس فيها عبد المقصود متولي اللي هو الراجل اللي كان بيشتغل معاهم في مكاتبهم، ودول من كبار محامي الحزب الوطني. وحكم بقى من شارع المبتدئين اتخذ الاستاذ صبري ابو المجد من دار الهلال. المهم لانه لقوا اسمه في ورقه من الورق اللي فيه. فيما بعد يعني بعض اقطاب الاخوان زي الاستاذ سيد قطب او خالد محمد خالد قالوا ان محمود العيسوي كانش حزب وطني، وانما نفذ دي لمصلحه انتقاما لاسقاط حسن البنا. احمد ماهر رئيس الوزراء نفسه، وده راجل لا يختلف على وطنيته احد، بل ان وطنيته يعني مش بعقل وطنيه النحاس باشا، يعني هو الى اليسار من النحاس باشا، يعني يصرح بما لا يصرح به النحاس باشا. فمثلا احمد ماهر ده اللي كان بيقول ان احنا عايزين ندخل مصر في الحرب العالميه الثانيه عشان ندرب، يبقى عندنا جيش يتدرب، ده فرصه ان احنا نتدرب. الاسرائيليين يخشوا من خلال الفيلق اليهودي واحنا ما نخشش، ما احنا لازم نخش، امال الجيش هيتدرب امتى؟ فده راجل مندفع وكده. فهو من اندفاعه ده انه صرح عشان الاخوان وقال انه الاسماعيليه دايره الاسماعيليه دي ما كانتش في ايدي،
ما كانتش تخضع لسلطاني انا كرئيس وزاره. اللي نجح سليمان عيد مش انا، اللي سقط حسن البنا مش انا، ده البريطانيين. الانجليز. شوف هذا التصريح من واحد عرف بالصدق وعرف بالصراحه، يا خبر أبيض. وهو رئيس وزراء يقوله. يعني نخش بقى على 51 الغاء المعاهده. مصر كلها ثارت، لانها ثارت على تباطؤ الانجليز، ثارت على قضيه الاستقلال. خرجت في ذلك الوقت اول مظاهره مليونيه. شوف 51 بس احنا كان اسمها مليونيه. مليونيه وفيها النحاس باشا وكل معارضيه بلا استثناء. تخيل ان مصر كلها تخرج بلا استثناء في ميدان التحرير في 51. احنا شطبنا عليها، لكن صورها موجوده في الجرايد في ذلك الوقت، تلاقيها في المكتبات وفي الارشيف. مليونيه قامت في ميدان التحرير سنه 51. كانت بقى القوى الغربيه ما كانش اسمه التحرير، ده كان اسمه الاسماعيليه حتى. ايوه طبعا ميدان الاسماعيليه. وكانش كان اوسع من الوقتي، لانه كانت اللي هو هيلتون والجامعه العربيه ما كانش اتبنت كلها. فكان اوسع. ففي الوقت ده القوى الغربيه بتفكر ايه اللي هيحصل في مصر. القوة الكبيرة الوقت ده حسب تقارير المخابرات بقى الأمريكية والبريطانية، مش تقاريري أنا ولا قراءتي أنا، لكن التقارير مكتوب فيها كده. القوة الكبيرة هي الوفد، والوفد كله. القوة الثانية اللي تغلبت على أحزاب المعارضة وسبقت أحزاب المعارضة هي الإخوان المسلمين. فإذا الشطارة إن أنت تعمل مشكلة بين الوفد والإخوان المسلمين عشان سياسة فرق تسد. لكن الوفد كان من الذكاء لدرجة إنه في سنة 43 راح 4 من وزراء الوفد، والوزراء كلها 14 واحد، 4 من وزراء الوفد هم فؤاد سراج الدين باشا واحمد حمزه باشا ومحمود سليمان غنام باشا وعبد الحميد عبد الحق باشا، زاروا الاخوان، ومعاهم سكرتير عام مجلس الوزراء اللي بعد كده بقى وزير اللي هو محمد صلاح الدين باشا. زاروا الاخوان وخدوا عضويه شرفيه، دي برضه من الحاجات من الاخوان يومها في دار الاخوان المسلمين. ظلت في حكومه الوفد تيجي مناوشات، فلما الملك دفع مكرم عبيدي انه ينشر الكتاب الاسود بقى الاخوان قدام موقف انه ده واحد بيتكلم عن الامانه والنزاهه ومكرم صديقهم، بقى ما نقفش مع الراجل اللي بيتكلم عن الامانه والنزاهه ده ونقف ضده. فالاخوان اندفعوا في لوهله بسيطه انهم يقفوا مع مكرم ضد الوفد، وبعدين لما تحققوا من ان الوقائع فيها مبالغات وتضليل وكلام من ده اعترفوا ورجعوا لاحضان الوفد. يعني شوف كل ده انت بتتكلم على 51 قبل 51. جت بقى الدول دي، ما هي دي بتكتب تقاريرها من 48 ومن 47، ما هو التقرير اللي هيحصل في مصر بيتكتب من ده. فقدامه انه لازم الوفد حاولوا بقى مع دول ومع دول. الانجليز ما هي مفاوضات رسمي، ومع الاخوان ما هي مقابلات رسمي ما فيهاش حاجه يعني. والامريكان ابتدوا يخشوا. تفكير بقى في المنطقة كلها اللي هي الحلف الإسلامي وحلف بغداد والحاجات اللي زي دي، السيطرة وضمان منابع البترول وضمان حاجات كتير جدا، وضمان قناة السويس. طب يعني أول من نادى بتأميم قناة السويس في 45 مثلا هم الإخوان المسلمين. برضو دي شطبناها عشان ما يبقاش حد سبق. ما طبعا طبعا. فكل الحاجات دي ثابتة يا دكتور. ثابتة ده في صحفهم انه لابد ان تأميم قناة السويس. والتأميم كلمة مش كلمة عيب، لان هي كلمة ان هي ناشوناليزيشن. طيب احنا بنقرا الفترة دي، عايزين ننقل بقى مع حضرتك 54. ازاي تنقل 54 ل 12 بس؟ طيب بس بعد الفاصل. يا خبر فاصل كتير كده يا لا معلش، فاصل 5 دقايق 5 دقايق. طيب. عودة مع المؤرخ والمفكر الدكتور محمد الجوادي، وبنتكلم عن أزمة 54، أزمة مارس 54 وأزمة مارس 2012، نربط بينهم. اتفضل يا دكتور. كنا وصلنا لمرحلة 51 لكن هنقفز ل 54 وصور الأمور. 54 كانوا البريطانيين أفلحهم في أنهم يحصلوا من الضباط الأحرار على ما لم يتمكنوا من الحصول عليه على مدى الفترة من 1899 لغاية 52، وهو السودان. إن السودان يخرج من المعادلة. خرجوه من المعادلة، أصبحوا هم مدينين. طبعا الوسطاء في الحكاية دي هم الأمريكان. أصبحوا مدينين للثورة بأنه يخلصوا بقى موضوع مصر. ما خلاص مصر سابت السودان، يخلصوا موضوع حاجة في حاجة. حاجة في حاجة. في الوقت ده البريطانيين ما زالوا يلعبوا.
البريطانيين خارجين من الحرب العالمية الثانية وهم ممتنون للإخوان، على عكس علاقتهم بكثير من القوى الإسلامية الأخرى في المنطقة، وبالتحديد أمين الحسيني في فلسطين طبعا، لأن أمين الحسيني راح عند هتلر وكان مقره بينما الإخوان بالعكس ابتدوا يرحبوا بهتلر في وقت من الأوقات إلى الأمام يا رومل، لكن سرعان ما مضوا في طريق الديمقراطية. فإذا في نوع من أنواع الامتنان لموقف الإخوان في الحرب العالمية الثانية كانوا يسموا نفسهم الحلفاء الدول الديمقراطية. أيوة. في علاقات سواء عن طريق الراجل اللي في السفارة البريطاني دول بيتكلموا عربي لبلب، ما بيجيش حد كده سفير لسه هيتعلم طبعا، بيجي بيتعلم ومستشرق وشاطر ويقول له ايتم القرآن ويناقش ده يرجعنا سطر واحد بس، انه من ايام الحرب العالمية الاولى من 14 ل 19 دي الحرب العالمية الاولى اسفرت عن ايه؟ اخطر نتيجة لها ضياع المانيا عملت الحرب العالمية الثانية، لكن الحاجة الثانية اللي عملتها اللي ضاعت فيها ولسه ما قامتش هي الامبراطورية الاسلامية اللي هي الامبراطورية العثمانية. ايوه صحيح. عثمان. فاذا حركة حسن البنا نفسها وحركات الاحياء الاخرى انصار السنة قبل حسن البنا يعني في نفس العام 28 و29 انصار السنة 29. انصار السنة نعرف ان 24 طبعا انت ادق. لا عفوا يعني حتى يعني في حركات من 24 مش مشكلة. الغاء الخلافة هو المهم انه الفترات دي بقى كل دي حركات احياء بتدور على الامبراطورية اللي ضاعت، زي ما هتلر برضه ابتدى من الحزب النازي يدور على الامبراطورية اللي ضاعت. ده واحد سرع خطواته حتى انتحر، ودول ناس ماشيين حتى خدوا 80 سنة وبيدوروا عليه. العيون الغربية بتشوف ده، قدامها الوفد لسه متماسك ولسه قادر وقاد في هذا الوقت قد ثورة شعبية في 51 زي ما قلنا، والوفد صاعد يعني الوفد موجود وقادر لسه ما فقدش قدرته ولا تماسكه، والإخوان صاعد. الحل الثالث هو الانقلابات العسكرية اللي ابتدت في سوريا بسامي الحناوي وأديب الشيشكي والحسيني ومش عارف مين وكذا حد كده مجموعة بين 49. فضلت مستمرة لغاية أواخر وما زالت مستمرة. فإذا الانقلابات العسكرية جزء من الفكرة. حسن الزعيم وسامي الحناوي، حسن الزعيم ثم سامي الحناوي ثم أديب الشيشكي. في الانقلابات الشيوعية الانقلابات دي تبص لها على أن هي شيوعية نظرتنا إحنا، لكن برضو النظرة العلمية المتعمقة ليها تجد انه الشيوعية ما كانتش تجد هذا الانتشار، ولو الشيوعية هتميل لروسيا يبقى لازم في حاجة تانية تشجعها امريكا تميل ليها. ايه الحركة اللي وجدت في ذلك الوقت في العالم العربي اللي ممكن تبقى بديل للشيوعية؟ الاخوان المسلمين. البعث قبل الاخوان المسلمين. البعث قبل الاخوان اللي هو التيار القومي. بعث يمثل أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. اللي قال الكلام ده واحد مسيحي اللي هو مشير عفلق، لكن هو بيتكلم عن الرسالة الخالدة اللي هي الايه؟ الإسلام. أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. شوف الفلسفة والكومباينيشن الرهيب وازاي يتقدم ده. البعث اهو سابق في مقابله الشيوعية. يبقى إذا أنت تيجي مثلا في 58 انقلاب عبد الكريم قاسم يبتدي متشجع بأنه شيوعيين اللي هم عبد الكريم قاسم، ثم يليه بعثيين. تيجي في حركات الانفصال تيجي شيوعيين ثم يليها بعثيين. هذا هو التبادل. دي اللي هي الحركات الوطنية اللي متغلغلة في داخل الجيوش، فمن خلال أفرادها في الجيش تعمل هذا الدور. في 52 مفيش للإخوان ناس في الجيش، هم على صلة بالجيش لكنهم لا يوجد لهم رجال في هذه الصلة. قاموا بالثورة فرادى وليسوا كإخوان، تحالفوا مع الإخوان كقوتين وليس كقوة واحدة، صرحوا لهم بالموعد وأمنوهم وساعدوهم زي ما التقرير الصحفي قال. كل ده لكن حاجتين مش حاجة واحدة، قوتين. لكن في الانقلابات اللي في سوريا وفي العراق وفي الحتت دي يبقى هم المجموعة البعثية في الجيش هي اللي قامت. يعني إذن نحن الآن أمام قوتين
مهما قلت من تحالف ومهما قلت من اتفاق الان نحن في سنه 12. هي دي نفس الصوره امام قوتين. اسمح لي معلش، بيقولوا لي في فاصل، ما اعرفش جابوه منين الفاصل ده بس هو احنا محتاجين، لان اللي انت وقفت عند نقطه مهمه جدا. نحن الان امام قوتين. السؤال المتبقي بقى عشان نخلص كلامنا، القوتين الان بيتصارعوا ام بيتفاهموا ام بيتوازنوا؟ ده هنعرفه من سيادتك بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره اخرى. قبل ما اقول سؤالي الاخير للدكتور محمد الجوادي اللي شرفنا النهارده واضاء لنا اشياء كثيره كانت يعني مصدمه بالنسبه لنا. اولا كان في انباء عن ان الدكتور العوا هينسحب من الانتخابات، لكن احنا اتصلنا بحمله الدكتور سليم العوا واكد ان ده خبر غير صحيح، وان الدكتور سليم العوا مستمر في ترشحه لمنصب رئيس الجمهوريه. احنا لقينا مقال في الجاردن البريطانيه منشور سنه 2005، حوار مع المهندس خيرت الشاطر، او مقال هو كاتبه كان اسم المقال لا داعي للخوف منا. كتب فيه قال: نحن نؤمن بأن احتكار السلطة من جانب حزب واحد أو جماعة سياسية واحدة، سواء كانت الحزب الوطني الديمقراطي أو الإخوان المسلمين، ليس أمرا مناسبا، حيث أنه لن يؤدي إلا إلى عزل غالبية الشعب المصري عن الحياة السياسية. ده كلام المهندس خيرت الشاطر نفسه في الجاردن البريطانية من حوالي 7 سنين. ونرجع لسؤالنا لحضرتك، إذا كنت عايز تعلق على ده وعايز مش عايز، إنما نرجع لسؤالنا لحضرتك. أنهم قوتان. طبعا. شوف، أي قوتان سياسية في السياسة لا تتصارعان إلا إذا كان هناك فائدة من الصراع. طبيعي، أو يكون هناك حتمية للصراع. لو في حتمية وما فيش فايدة الصراع ينتهي. لا، هو في فايدة. إيه الفايدة؟ إن لازم حد فيهم هيكسب. لا، أنا أديك نموذج حضرته حضرتك بنفسك، وهو انتهاء حرب العراق وإيران من جانب واحد. كيف انتهت حرب العراق وإيران من جانب واحد؟ على يد الإمام الخميني نفسه بكل شرعيته ومهاباته وسلطاته وثوراته، هو اللي قال: خلاص أنا بوقف الحرب لأنها عبث. صحيح. ترى أحد القوتين ممكن يقول لك أنا هوقف الحرب لأنها عبث؟ لا، يعني الأول إيه اللي حصل؟ ما يحبس القوتين دول اللي هينتصر فيهم هيتولى سلطة مصر. أيوه طبعا. الأول إيه اللي حصل عشان الحرب؟ إيه المبرر اللي قدم للحرب؟ إنه الرئيس صدام وهو نائب رئيس ثم وهو رئيس اضطر إنه يتنازل للشاه عن شط العرب، منطقة شط العرب. كويس. اسمها شط العرب. وتنازل عنها لشاه إيران. شط العرب دي حافظ عليها نور السعيد، الرجل الذي لم ينصف حتى الآن، نوري السعيد. تمام. اللي هو يعني سحل في 58 على يد عبد الكريم قاسم. فحافظ للعراق، العراق وإيران كانوا يعني من منطقة النفوذ البريطاني، فحافظ على. فلما صدام عايز يبني قوته ويمشي اموره ويصعد نجمه والكلام من ده، تنازل في الجزائر للشاه عن شط العرب. فلما قامت الثوره قال: انا كنت تنازلت للشاه مش لايران. ما معناه يعني انا ببسط الامور. فانا عايز اخد منطقتي دي بتاعت. ما انت يا عم اللي تنازلت وانت اللي مضيت. لا لا لا، تسمع شط العرب وبتاع. حرب فرضت على ايران. فلما طالت الحرب وابتدى يبقى فيها ضحايا كتير وابتدت في دول وما فيهاش انتصارات. وما فيهاش انتصارات، ما حدش بينتصر على حد. طبعا، لانه القوى الغربيه عايزه تنهي القوتين دول. وفعلا اضروا بالقوتين. طبعا. فالخميني لانه زعيم حقيقي، لانه راجل وطني ومخلص، وجد انه استمرار الصراع ينسحب هو، فانسحب. وانت تفتكر في قوه عندنا هتنسحب؟ ما نكمل الاول. لا، نكمل ايه؟ ما هو الجمله بقى اللي هسالها لحضرتك، هل حد يقول دلوقتي على الخميني ده راجل جبان ولا ده حد قال كده؟ محدش قال كده. حد قال الخميني ده يعني ده راجل خرع ولا ده راجل فرط في حقوق؟ لا ابدا. ده بالعكس، ده احنا بنذكرها بالتقدير لهذا الرجل.
مش كده ولا ايه؟ احنا كناس محايدين، التاريخ يذكرها كذلك. يعني كمحايدين، يعني مش احنا طرف في الموضوع وكلام من ده. طيب هل انت الصراع اللي موجود عندنا دلوقتي ممكن ان ينتهي هذه النهايه؟ لا، لانه ما فيش حد بيضع في حسبانه انه حرب او صراع لا طائل من ورائه. تمام. فطالما هذا لا يقبل برياسة هذا وهذا لا يقبل بقيادة هذا، سيظل الصراع موجودا. مصر تنتظر مخاض لتتحرك الأمور. مؤلم جدا. هو مش مؤلم، لكنه هو قد لا يكون مؤلما، لكنه بمضاعفات، بنزيف، بآلام. تكون في دماء. آلام دموية، مش آلام. طبعا تكون في دماء. طبعا لأنه هو نفس الصراع بتاع 54، انه لا احد يتقبل الاخر، لا احد يعرف حدود مساحته في لا ترى في الصورة الآن نوع من أنواع ربما يكون هناك تحالف ولا لا صراع؟ الغريب ان الشخص الوحيد في مصر اللي شوف ربنا سبحانه وتعالى يبعت لنا صدف واحنا ما نعرفش نستفيد منها كويس. الشخص الوحيد في مصر اللي يعرف طبيعة ودقائق وتفصيلات العلاقة الدقيقة بين القوات المسلحة والجماعات الإسلامية في بلد إسلامي هو الشخص الوحيد الذي عمل ملحقا حربيا لمصر في باكستان في ذروة صعود الإسلاميين، وهو المشير محمد حسين طنطاوي. تصبحوا على خير.